اعتقد محتاج حد يبقى منفتح، حد بيتكلم، حد عنده دماغ، حد عنده رأي، نتناقش. في ناس ما تحبش كده. ماشي، انا هسألك سؤال سهل اهو. لما درست انماط الشخصيه، انت كوائل تختار شريكة حياتك ازاي، او مواصفات البنت اللي انت عايزها؟ انت عارف نمط شخصيتك، قول لي نمط شخصيتك الاول وقول لي النمط اللي ينفع معاك في أنهي مرحلة من عمري؟ دلوقتي. دلوقتي مش هي personality test. نمط الشخصيه بيختلف من مرحله عمريه لمرحله عمريه. انا مش عارف، بس انا عملته من 4 سنين كنت حاجه، بس طبعا ما كانش اختلاف كبير. ولكن مثلا بنتكلم في MBTI تيست، هو مايرز بريكس بيرسوناليتي تيست. من 4 سنين كان عندي INFP. تمام. لما عملته قريب لقيت ان انا بقيت ENFP. تمام. ومش بعملها لو بكتشف، لا، انت بتجاوب على اسئله ومن الاسئله دي بتطلع لك رقم او بتطلع حاجه. التايب يعني بتاعك. بس طبعا من انتروفيرت لاكستروفيرت، لو انت منطوي شويه ولا انت منفتح للناس بتتكلم معاهم. ولكن طبعا دول الحاجات دايما تبقى اكستريم، والدنيا مش اكستريم، مش ابيض اسود، لا، في جراي زون في النص كبير قوي ممكن نلعب فيها. فاعتقد محتاج حد يبقى منفتح، حد بيتكلم، حد عنده دماغ، حد عنده راي، نتناقش. في ناس ما تحبش كده. في ناس يقول لك انا عايز حد يقول سمعا وطاعه. انا ما بحبش الكلام ده. انا احب حد عنده شخص، عنده شخصيه، عنده عنده شخصيه. فكره، عنده حاجه نتكلم فيها. انما سمعا وطاعه دي لا.